السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيك يا شيكاليتا؟ عاملة ايه يا عسلية؟ بتعملي ايه يا اختي كده؟ النهارده يوم سمك يا ولاد، عنده اوردر اسماك. النهارده مطلوب سمك صواني في الفرن، ومطلوب قراميط، ومطلوب اللهم صل على النبي، مطلوب سمك صينية، ومطلوب سمك مقلي. يعني 3 انواع: مقلي وسمك صينية في الفرن وقراميط. قاعد ابو حسام راح جابه لنا من السوق وجه اهو، وهقعد بقى انضفه. بس كانت سمكه ايه يا ولاد؟ والله ما كانت تنفع غير الشاي. كانت زبده، والله العظيم. بقى يطلع من قلبها زبده كده. دي كانت في الشاي تبقى رهيبه. بس يلا، بألف صحة على أصحابها يا رب كده وعلى قلبه. شفتوا بطنها عاملة ازاي؟ أهي. والله لو أوريها لكم أهي. شايفين؟ سمنة صافي كده، سمنة. المهم يا حبيبة قلبي، ما طولش عليكم، ده تقولوا ده عسلية طولت ولكاكة ورغاية زي ما بتقلي في التعليقات كده. قصري، انت بتلك كتير، بترغي كتير. مش انا افهمك؟ مش عشان تفهمي؟ بقول واحدة واحدة وبفهمك واشرح لك مرة واتنين وتلاتة عشان تفهمي يا شيكاليتا. ركزي معايا يا اختي، ركزي. انا بتمنى اي فيديو اشوفه ان انا اسمعه واحدة مرة واتنين وتلاتة عشان افهم هما بيقولوا ايه، بدل الصربعة دي. فترياسي ترياسي. عملت كوبايه، نضفت السمك كله، ورحت عامله كوبايه نسكافيه باللبن كده. قلت ايه؟ حاجه سخنه تقوتني، وايه وتظبط دماغي كده عشان اكمل. غسلت السمك اهو. هنا بصي، هنا دي جزء ودي جزء. عملت كل طلب في حاجته، وحطيت ليمون وملح بقى ونقعتهم نقعه محترمه. يعني يفضلوا في النقعه دي اقل حاجه ساعه ولا ساعتين. انا كده شغاله من الصبح، وهو الاوردر مطلوب مني الساعه 2. قلت لا بقى، ما بدهاش يا عسليه، يا عم تنضفي سمكك وتنقعيه وياخد ويدي في التتبيلات كده، واللازم منه يبقى زي العسل. بقول لكم ايه يا ولاد؟ اهم حاجه، اهم من الطبيخ ومن الشغل، ظبط الحاجه. يعني نضفتها، نضفت السمك ونقعته في ميه وملح وليمون اهو. تعالي بقى نشوف القرنبيط، بقول القرنبيط ولا بخيلني. نشوف القرموطه بقى بتاعتنا. ابو حسام دبحالي، قلت له خدها اذبحها لي على الحوض وهاتي. خدها ذبحها على الحوض وهاتي. قلت له عارف، شوفي ما قدرتش انا اقطعها بايدي. قال لي تعالي استنى وانا اقطعها لك. قلت له اضرب. ايوه. الراجل برضه يا ولاد، قوته عن ست برضه ضعيفه، كائن ضعيف. احنا ضعيفين، احنا ضعفاء، ما انتوا عارفين. احنا مفيش فينا الا لسان. اي والله العظيم. احنا غلابه وقلبنا مجروحي. روحي يا حاسده من ورانا، روحي. اه والله العظيم، الستات دول غلابه. يا اختي ما نغلب ابدا. ما شاء الله، كل ست عليها لسان 77 لسان. المهم، يلا نعمل في نفسنا احسن ما نجيب سيره الناس. المهم يا ولاد، نضفت السمك وركنته في ميه وملح وليمون، وامسك بقى القرموط قطعتها اهي، واقعد بقى احوش الزعانف اللي فيها دي، ماشي. بس ما اخد شويه شاي. لا حلو. اتفضلوا شاي يا اخوان، والله تتفضلوا معايا شاي. المهم دي قرموطه ما شاء الله، يعني 2 كيلو الا. وزنها 2 كيلو الا. بس قرموطه ايه بقى؟ اقول لكم نصيحه يا ولاد، دايما لما تيجوا تجيبوا قراميط، هاتوا دايما القرموطه الدكر. الدكر. النتايه حلوه عشان البطروخ، لكن دايما بتبقى بطنها رقيقه كده. لكن القرموط الدكر بتبقى لحمته بطنه تخينه وحلو. ماشي ماشي. يعني بقول لكم معلومات اللي انا عارفاها بقى، يعني اقول لكم عليها. حابه تجيبي بقى، في ناس بتحب تجيب النتايه عشان البطروخ، بس بتبقى نكته، لحمتها كلها بتبقى بطنها رقيقه. وحسام احيانا يجيبها، يتعمد يجيبها نتايه، يقول لي عشان البطروخ. قال له مش قلت لك هاتها ذكر؟ يقول لا النتايه حلو عشان نلاقي البطروخ فيها. اي والله. مسكت شنباتها اللي عماله تلعب لنا شنباتها دي، وربنا لغايه ما دبحتها وبغسلها، والاحف لسه بتحرك، وبعض ايدي وانا بغسله. وقطعت شنباته اللي دايما واقفه على العصا يقول لك شنباتي، لا قطعتها كلها اهي. انا بقى بحب في القراميط كلها الراس دي، اقعد امصمص ومصمص ومصمص. احب انا المصمصه بتاع الراس بتاع القرموط اهي. ناس كتير تقول لي ما تجيبهاش، وحشه يا ام حسام ومش عارفه يع ومع. يا اخوانا احنا بنجيب القراميط من عندنا من بلدنا، من ناس بتعملها عندها في المزرعه مخصوص. يعني ناس هنا بربوا القراميط دي عندهم في المزرعه، عارفينهم واثقين منه. مش اي قراميط او اي قراميط تجيبها من اي حد. يعني في ناس مخصوص بتبقى تخصصها وشغلها وكل القراميط عاملين لها مزرعه مخصوص. يو اندرستاند. وناس قالت لي كتير انت ما بتقليهاش ليه؟ بتبقى جميله. انا منع عليا ليه؟
بس إحنا مش عايزين زيوت ولا زيوت كتير في الأكل، أنا ما بصراحة ما باحبهاش مقلية، إحنا طلباتنا كده، أهو غسلتها ونضفتها ورشيت عليها شوية دقيق وشوية ملح وعصرت ليمونة وحلفطتها، قلفطتها قلفطة كده وشنتفتها، أهي تتركن الرخرة في جنب. أمّا أعمل إيه بقى، أبو حسام جايب لنا طماطم النهارده تقوليش تفاح أمريكاني يا ولاد، أي والله العظيم جايب لي طماطم جميلة أوي، قُلت له خديها اركنها جنب اخواتها يالّا، طماطم أهو اغسلها واضربها في الخلاط، بس هاقشّر البصل الأول، هاقشّر هات لي كيس يا أبو حسام كده من جنبك أمّا أحط فيه القشر ده أهو، اللي يصلح حالك. أنا هاقشّر البصل عشان أقوم أضربه في الكبّة، عشان أقلي الطماطم اللي معايا يالّا، يالّا كده الحركة بركة، على ما سمك يتنقع يكون أنا جهّزت الحاجة بتاعتي، أهي كده تمام، يالّا يا شيكاريتا قومي على الحوض بقى اغسلي البصل واغسلي الطماطم وتعالي لي هنا فُرّيري عشان عاوزاكِ. أنا هادِب أبو حسام الوقتي في حاجة اصبري، قُلت له خُدي افرش مفرش بقى على الترابيزة وأنت قاعد كده على الطبلية، قال لي: "هتعملي إيه؟" قُلت له: "بس افرش." قال لي: "ماشي فرشت." ومطلوب مني برضه سُبينخة أهي أفرّزها، بس أنا هاقطّعها لها وهي هتاخدها تفرّزها عندها في الفريزر يعني أهي، جايب لي شوية سبانخ النهارده لوز، أقسم بالله عسل، عسل، هي نيّتها بقى وربنا يبارك لها فيها يا رب ويجعلها بالصحة، قُلت له: "بس نضّف لي ده وأنت قاعد." قال لي: "ماشي." هو أصلًا هو بيحب ينضّف الخضار وهو قاعد، أهو، أيوه، قُلت له: "على مال جنبك بقى هاقلّي البصلة واضرب الطماطم وهاشوف شغلي يعني مش هاقعد." قال لي: "هاتي وأنا أعملها." وفتح بقى على الطبلاوي جنبه قرآن وقاعد، هو يحب يستمع له، قال لي: "بس هاتي لي تليفونِك كده أمّا أستمع." وراح قاعد يستمع بقى القرآن وإيه، مع نَفْسه. هي شوفي ورقها وجميل بصراحة، بألف صحة على قلبها يا رب. أنا نضّفتها وغسلتها وعبّيتها لها في أكياس وقطّعت عليها الشبت والكزبرة، وهي بقت حابّاها في الفريزر بتاعها. تعالوا بقى نشوف إحنا عملنا إيه، أدي القرموطة أهي غسلاها ومنضّفاها ونقعاها بمَيّة وملح ودقيق وليمون، والسمك زيّها ما هو. تعالوا بقى ناخد الطماطم اللي عاملة زي التفاح الأمريكاني كده، باقول لكم تعالوا، 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 تعالوا معايا. هنروح بقى الأول نقطّع البصل في الكبة عشان خاطر نقلي نسبِّك. يالّا يا شيكاليتا، أيوه نقطّع البصل بتاعنا. يالّا يا شيكاليتا، أيوه في الكبة بقى واخرطي يا أختي، سيبي البصل اللي لسه ده عشان هنعمله إيه، هنعمله طرنشات على صينية السمك من فوق. أيوًا، تعالي بقى نحط الزيت بتاعنا ونشوف بقى البصلة بتاعتنا ونسمّي الله. سمّانا الله، أيوه حُطّي البصلة بقى، نحط لها 4 شبات بين صوابعِك ملح كده عشان تبقى متوحّدة اللون، اوعوا تنسوا دايمًا تحطّوا في الطماطم وهي بتتسبّك معلقة سُكّر، ليه يا عسلية؟ عشان الحموضة يا أختي، وليه يا عسلية؟ عشان هي مادة حافظة يا أختي، وليه يا عسلية؟ عشان بتضبط لِك الأكل يا أختي وتضبّطه لِك. أبو حسام بُصّوا باغيب واروح لاقطّاه حتّة من غير ما يحس كده، بُصّوا أهي كده الصفار يا دوبك اوعوا تحرقوها عن كده، ما إحنا ناقصين صهرجة، هاشيل شوية طماطم عشان أكمّل عليهم عشان ما ازوّدش مَيّة، شُفتم وجبت له الشبت والكزبرة روخر، يالّا استغلّي جوزِك استغلال، النبي إحنا مفتريين يا ستات، والله، أهو قُلت له يالّا والشبت والكزبرة اللي هنقطّعه عليهم، قال لي: "ماشي." هاتي، هاتي. هاخدهم أغسلهم بقى غسيل إيه يا ولاد، مَيّة جارية وتدلقي وتغسلي وتدلقي عشان ما فيش رملية ما فيش طينية أي حاجة فيه، you understand؟ دايمًا اغسلوا الخضار غسيل مرّة و2 و3 و10 أهو، قُلت له: "أنا باساعدك أهو." قال لي: "ما شاء الله عليكِ بتساعديني مساعدة؟" قُلت له: "أُمّال دي إيه، مش دي مساعدة؟" قال لي: "آه صح كده." "يعني أنت عملت في دي؟" قُلت له: "لأ ما هو تقطيع الشبت معاك يعني مساعدة برضه، أنا برضه ما أنا جنبك شغّالة ما يعني أعمل إيه طيب؟" ماشي أهو، عشان أبقى حلفت إن أنا حطيت في إيدي في تنضيفه، مفترية أنا عارفة، والله يا جماعة القلب على القلب رحمة، قاعد إحنا بنعاون بعض على قد ما بنقدر، خلّي المصلحة تتقضى، كده تمام، وربنا سابني ودخلني، ما قامش إلا وأنا مخلصة يا دوبك أنا غسلت الخضار دي سِبته بقى يصفى من مَيّته وكلّه يتهوى كده، لغاية ما هو نام له ييجي ساعة والّا ساعة ونُص وصحي، "يا عسلية خلّصتِ؟" قُلت له: "You understand يا قلبي." نمت واتبسطت؟ الله! شوفوا مسكت القراميط بقى تحت الحنفية غسلتها شوفي شكلها ونضافتها، يا دلعو! بألف صحة. عندي بقى بصلة مقطعاها طرنشات ماشي، أنا حطيت الصلصة عليها أهي،
وعندي بصلة مقطعاها طرنشات، باقول طرنشات، في الكبة منعماها يعني، ماشي، هاحط بقى عليها شوية فلفل أسمر، شوية كمون، شوية كزبرة، شوية ملح، عشان خاطر إيه، أحط بقى مرتة قراميط من فوق كده، واحشي الراس بتاعة القهوة، ماشي، ماشي، أهو. أقطّع شوية كزبرة خضرا على شوية فلفل على البصلة، وحطيتها فين، في قلب الراس، ماشي، وحشيتها كده وحطيتها في الصينية أهي، ده لسه كمان ما اتحطّتش، والله ما أنا فاكرة، المهم يا ولاد ما أطوّلش عليكم، لأ حطيتها صح في الصينية أهي، حطيتها حشيت الراس وحطيتها، باين في الحتة اللي اتمسحت والّا إيه، شكلها كده، المهم الموضوع كلّه يوصل للآخر إن اتحط فيها البصلة في الراس، بعد ما اتحط عليها شوية بهارات واتقلفطت. ماشي، ماشي. أنتم عارفين التليفون اللي بيعملوا فينا، نحط بقى شوية مَيّة، يعني ما تكتّريش، عشان على ما تستوي وتتسبِّك وكُلّه، يا دوبك على قد ما أنتِ محتاجة. ماشي، ماشي. أهو، حطّيت بقى فلفل متقطّع طرنشات، حطّيت شوية كزبرة كده على ريحة شبت رشّيتها فوق أهي، حطّيت لها معلقة توم، حطّيت لها بهارات أهي، أيوه البهارات أهي، كزبرة وكمون وفلفل أسمر. ولو عايزة تحطّي شطة حطّي، بس طبعًا الأوردرات دي بيمنعوا الشطة منها. طب ما أنتوش مصدقين العسلية تطبخ من غير شطة؟ والله العظيم ده في التاريخ، آه والله العظيم. كده تمام، كده تمام. تعالَ نتبِّل السمك بقى، دي هتدخل الفرن، دخّلتها الفرن، تعالوا نتبِّل السمك بتاعنا بقى. أنا قطّعت شبت وكزبرة وفلفل أخضر وتوم وكزبرة ناشفة وكمون، والبهارات بتاع السمك كلّها بنحطّها، وشوية ملح، وهاعصر عليها ليمون. أيوه كتّري الليمون، كتّري، السمك بيحب الليمونادة. الليمون الأصفر ده بيبقى ما شاء الله ميته كتير، الأخضر يولع، ولا بنزل مية. تعالوا بقى اهو كمان عود شبت اهو قطعته، يلا يا قلبي، هاتي بقى قرن فلفل كده أخضر، أيوة يا سيدي عالدلع يا سيدي، حلو قوي كده يا عسلية. هنقوم على السمك بتاعنا كله نتبله من قلبه ومن فوق، يعني هحشيه من قلبه مخلطة من دي، وهرش عليه واسيبه برضه يتبل اهو. شوف السمك يا ولاد والنبي غسلها غسيل، يشفيكي ربنا يا عسلية بحق ما انت علم بي يا رب اهو. تغسلي السمكة كده وتخليها بتبرق في ايديكي، اه رك على غسيل السمك عشان ما يبقاش فيه زفارة، ايوه. يعني لو عملت السمك اي كلام وطبختوه وعملت فيه اللي وهو زفر، وحياتك يا قلبي ما يتاكل، اهم حاجة النظافة. والحمد لله. يلا هتبلي السمك التاني روخر واجيلكم، بس كده يلا اي تبلي اهو، اروح اتبل التاني بقى واجيلكم، ما هي نفس الطريقة. كده تمام. تعالوا بقى يلا نقلي السمك ونشوف طبخنا يا ولاد، خلاص قربنا بقى على الموعد. انا هتبل الدقيق اللي انا هتبله، اللي انا هبدر بيه السمك. هتعملي ايه يا عسليه، شويه كمون على شويه كزبره على شويه كركم على شويه ملح، وايه وهتبل فيه السمك، ماشي، ايوه قلبي كده، قلبي يا مدام، يا ابو العيال هات لك شيال وتعالى اشتغل. كده تمام، يلا نبدر سمكنا، ايوه حطينا زيتنا على النار واتقدح حلو، سخن حلو يعني، ونحط سمكنا بقى. دايما ما تقعديش نفسك تهري السمك في الصلصه، يعني يا دوبك انا بحمره نص تحميره اللي هيتحط صينيه، واحطه برضه، وحاولي ما تخليش يغيب على النار. ايوه شوفي صفرته تصفيره، شوفي اللون ده حلو قوي، ماشي، تمام التمام، هو لسه هيحمر في الفرن. ايوه لكن لو انت هتحمري لي الاكل، بنقسى عليه في التحمير كمان شويه، ماشي، ماشي اهو. يا ليل يا قمر والمانجا تابت على الشجر، ايوه كده تمام التمام قوي، ايوه. ما احنا قلنا هنعمل صينيتين سمك في الفرن، وصينيه سمك القراميط. يلا حط الصلصة على السمك ده عشان ندخلها الفرن، يلا نستغل الفرن ما هو والع كده. الطماطم بتاعتنا السبكت وعلت عاملة زي المربى، اه والله. مم. ايوه معلقة توم بقى، دلعي العمل كده، انت هو محشي توم او متبل بتوم، بس برضه كمان حتة توم حلوة كده، شوية فلفل اسمر، شوية كزبرة، شوية كمون، حط البهارات بتاع السمك، ورشرشي بقى شوية ملح، ايوه. احنا حطينا طبعا سكر في التسبيك. هاتي بقى بصلتين مقطع لهم كده جوليان كده شرايح كده، وفلفل برضو طرنشات، وعليها بقى على وشها وحط شوية مية، يلا تغلي لها غلوة على البوتاجاز، وندخلها الفرن. معانا ليمونة مقطعينها شرايح
عشان السمك يستمر كده. ما هو السمك يعني ليمون. بس كده دخلي عسلية يلا واعملي الصينية اللي بعدها. ما احنا هنعمل صينية ايه؟ الصينية التانية اهي نفس اللي عملته في هادي هعمله في هادي. نفس الطريقة، كزبرة وبهار السمك وكمون، كل حاجة هنحطه هنا. وحطينا التوم، وهنحط بصل برضه، بصل طرنشط وفلفل طرنشط وشوية كزبرة، وتنسوها حطيت شوية كزبرة خضرة كده على عود شبت صغير. ايوه اهو شايفين. هاتي بصلك يا عسلية. ايوه هاتي يا اختي هاتي. هاتي اللي عندك يا زمن ومش هقول تاني. مم. ادي انت شايف يا زمن دمعي واحزاني. نبي فنانة يا عزيز تنفع تبقى مطربة. تعالوا بقى احنا خلصنا الصواني اللي في السمك. تعالوا يلا نحمر السمك اللي هيتقلي. ما هو مطلوب مني برضو سمك للقلية اهو. وملدينا ومن الشفا ازاي يا ولاد. يا سيدي يا سيدي. هو ده اللي بيقولوا عنه احلى سمك مقلي. نكمل بقى كل الطريقة يلا. ونرجع لبعض في الريرة. اهو. هكمل بقية السمك اللي لسه اهو. بس كده. ورش ملح بقى، انا مش هعصر عليه ليمون. انا هبعت الليمون معاه ايوه كده. وهم يرشوا بقى براحتهم الليمون. ماشي. وابو حسام قام من النوم. قال لي ما تجيبي يلا دي اما اقطعها لك وانا قاعده. قلت له يو اندرستين. والله مستنياك. اهي قاعد بقى هو يخرط فيها. على بال ما انا اخلص بقيه اكلي. ماشي اهو ادي الصواني بتاعتي اللي في الفرن وادي السمك اتقل اهو. انا حاطاه في الاطباق كده. عشان ما احطوش سخن في العلب لا سيبته يا دوبك يهدى ورحت رصاه بقى في الاطباق. كده تمام. ابو حسام خلص اهو. وتعالوا بقى نعبي السبيناخ بتاعتنا. عبيناها حطينا كزبره على شبت فيها. وقلبناها كلها اهي. ايوه. جبت الاكياس بتاعتي. اي كتر خيرك يا ابو حسام والله ما قصرت. ايوه كده. ما شاء الله شويه سباخ بولا لما لقيتها حلوه كترت. هي كانت قايله لي ربطتين. وابو حسام لما لقاها حلوه كتر لها وجاب لها الكميه دي. قال تعباها في اكياس والله جميله. قلت له بقول لك ايه بكره السوق بتاعنا. تجيب لنا نفس دول كده عشان برضه افرزها. هي جايه على اسمها بألف صحه والله ما خدت منها رابطه. جايه على اسمها تروح له. رحت مقطعها لها كلها زي ما انت شفتها كده وعبتها لها في اكياس. بألف صحة على قلبها يا رب وقلب عيالها. خلصنا الاوردر بتاعنا يا شكريطة. واخيرا عملنا الصواني السمك والسمك المقلي والسبيناخ والقراميط. ما تنسوش بقى دعوة حلوة من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا لكل مريض وكل متوفى وكل من مشتاق الذرية الصالحة.